عاوزة تعملي غدا أو عشاء في نفس الوقت يكون معاكي سهل وبسيط، هتعمليه من أول العيش لحد الحشوة بتاعته. هنعمل النهاردة عيش خطير وطعمه حلو جدا، وهنحشيه كده ستريبس سهل وبسيط ومش هياخد معاكي وقت، وكمان بدون زيوت خالص. شايفين السندوتشات عاملة ازاي خطيرة؟ هنعمل النهاردة غدا سهل قوي وطعمه حلو قوي، وسندوتشات بتتباع بره بأرقام خيالية. عندك صدر من الفرخة، عندك صدرين، اللي موجودة عندك بجد خطير. عايزة اقولك ان العيش ده ممكن تحشيه حلو وحادق. يلا كده نبتدي الوصفة على طول ونقول بسم الله. جبت كده صدرين من الفرخة، من الفراخ. صدرين فراخ، وابتديت ان انا اقطعهم بالطول بالشكل ده، على شكل ستريبس بالشكل ده. تكون ولا سميكي او ولا رفيعه او بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. بقطع كل الكميه المناسبه ليا، وبعد كده بحطهم عندي في بوله علشان نحملهم كده في صوص يجنن او تتبيله تجنن. اول حاجه هنجيب الاول باكوين كده من اي شيتوس او بديل الشيتوس. انا جبت باكوين ابو 5 جنيه الواحد، ضربتهم عندي في الكبه لحد لما يوصل للقوام ده، او يبقى معايا كده حاجه عشان ابطن بيها الاستريبس بتاعي، وكمان هدخله عندي في العجين. بالنسبه للتتبيله بجيب نص كوبايه من الحليب، عليهم بضايه بدرجه حراره المطبخ، فلفل اسود، ملح وفلفل اسود، وعندي كمان توم باودر وبصل باودر وبابريكا. وبقلب المكونات كويس جدا، وبضيف عليهم معلقه او معلقتين من خليط الشيتوس اللي انا ضربته عندي في الكب عندي بالشكل ده، وبقلب التقليبه كويسه قوي. وبعد كده بضيفهم على صدور او قطع الستريبس بالشكل ده، وبديها تقليبه. بقيه الشيتوس بشيل منه معلقه، وابتدي ان انا بقى ابطن قطع الاستريبس ده في الشيتوس او بديل الشيتوس بالشكل ده، وبنزله عندي في الشيتوس. باخد قطعه قطعه كده وبنزلها في الشيتوس، وبعد كده بغطيها خالص، وبرص عندي بقى في صينيه تكون محطوط فيها ورق زبده. انا ما كانش عندي ورق زبده، فحطيت ورق المونيوم علشان ما تبقى، عشان ارمي بعد كده ورق الالمونيوم ما فيش اي مشكله، بس تحطي ورق زبده احسن. وبعد كده ابتدي ان انت رصيهم. ولو حابه ان انت ترصي قطع الستريبس بالشكل ده في الصينيه، وترشي فوقيها بس رشه الشيتوس او بديل الشيتوس، مفيش اي مشكله. بديها بس معلقه من الزيت، رشه بسيطه بس بسيطه من الزيت، وبرش بقى فوقيها رشه من الشيتوس بالشكل ده. حابه تعملي الخطوه الاولانيه او الثانيه زي ما انت حابه. بدخلها الفرن على درجه حراره 180 لحد لما تتسوى معايا وتتحمر معايا. بالنسبه للعجينه، نص كيلو من الدقيق، بحط كمان معلقتين من الكاتشب، هيديني لون حلو خطير للعجينه بتاعتي. بضايه بدرجه حراره المطبخ، معلقه صغيره من الملح، وكمان معلقتين من السكر، وباكل من الخميره الفوريه. وببتدي ان انا اعجن بميه تكون دافيه لحد لما اوصل لعجينه تكون ما بتلزقش في الايد، والعجينه بيبقى شكلها كده بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. بعد كده بجيب معلقه من الزبده، وابتدي ان انا اكمل فيها عجن. الزبده بتطري وبتدي لون حلو للعجينه. وبعد ما بعجن العجينه بالزبده كويس قوي، ببتدي ان انا ارش الطبق بتاعي زيت وبس، بغطيها وبحطها في مكان دافي لحد لما تخمر. وخمرت معايا. انا نسيت اقول لكم ان انا حطيت كمان معلقه من الشيتوس اللي انا شلتها. بعد ما بتتخمر معايا، ببتدي ان انا اكورها كده كور على قد مثلا البرتقانيه الصغيره بشويه، يعني كده تبتدي ان انت تكوريها. نص كيلو هيطلع معاكي من 14 ل 15 قطعه بالشكل ده. وبعد كده بغطيها تتخمر كمان 10 دقايق. وبعد كده بجيب اول قطعه اشتغلت فيها، وابتدي ان انا افردها بشكل طولي كده زي ما انتم شايفين، وبعملها زي الظرف او السندوتش بالشكل اللي انتم شايفينه ده. وفي صينيه بدون ما تكون مدهونه زيت ولا ورق زبده ولا اي حاجه، برص عندي العجينه. وكده انا عملت العيش وعملت كمان الاستريبس بتاعي. بجد خطير، وكانت غدوه حلوه قوي وسهله وبسيطه، وكانت كمان بتفرح ولادك. هي بتفرح الولاد جدا لان هي زيها زي المطاعم بالظبط واحلى كمان. وبتحشيها الحشوه، ممكن تحشيها على فكره العيش ده لحمه، كبده. بجد خطير، اعملوه خلوه عندكم في البيت. وكمان ممكن تعمليه للمدارس، حلو قوي. برصه في الصينيه، بكون مش دهنها اي حاجه. وبالنسبه بقى اللي انا هدهن بقى بيه العيش من فوق، بسيبه يخمر. قبل ما يخمر بدهنه كده ببضايه، بكون حاطه فيها معلقه من الكاتشب، وبحط فلفل اسود وملح، وببتدي ان انا ادهن الوش كده، وبغطيها لحد لما تضاف حجمها. وبعد كده بدخلها الفرن بدرجه حراره 180 لحد لما تديني لون ذهبي من فوق. وخطوه كده حلوه قوي، بتحطيه برده معلقه من الشيتوس من فوق كده زي ما انتم شايفين، بتديه رشه من الشيتوس. حابه تستخدم الخطوه دي مفيش اي مشكله، بس بتديه قرمشه من بره خطيره. بجد وصفه النهارده تجنن،
بجد خطيره، هتفرحي بيها ولادك جدا، الرحلات بقى للمصايف. الوصفه دي حلوه قوي. شايفين العجينه عامله ازاي وارتفعت، وعطتني كميه حلوه قوي من نص كيلو بس من الدقيق. وكمان الاستريبس استوى معايا وعطاني لون ذهبي. وابتدي بقى احشيها شريحه من شريحه من الفلفل، شريحه من الطماطم، شريحه من البصل. وابتدي بقى حطي كاتشب، حطي طحينه، تحطي الصوصات اللي انت حباها، مش حابه ان انت تحطي صوص خالص، وحطي قطعه من الستريبس وقدميها. وبجد خطيره، طعمها حلو قوي وسهل، وما خدتش معايا وقت. عندك صدر او اتنين من الفراخ، زي ما انا قلت لك ممكن تحشيها حشوه، مثلا تجيبي مثلا قطع الشاورما، شاورما في لحمه، وتعمليها عندك في البيت. وابتدي اعملي السندوتشات دي، احشيها زي ما انت حابه. السندوتشات دي زي ما انا قلت لك طعمها حلو جدا، والعيش بتاعها خطير. مش عايزه اتكلم عليها اكتر من كده مع انها تستاهل، بس جربوا الوصفه دي هتعجبكم جدا. لون العيش وطعم العيش حلو قوي. جربوا الوصفه دي هتعجبكم جدا. يا رب النهارده تكون الوصفه عجبتكم. هتوحشوني الفيديو الجاي. استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. مع السلامه.